بيبدأ فيلمنا بالبطل اسمه سكوتي. راتل كان شغال شرطي في سان فرانسيسكو، شاطر وهادي، بس حياته اتشقلبت بعد حادثة كان هو وزميله في مطاردة فوق سطح مبنى عالي. زميله وقع ومات، وسكوتي واقف في مكانه ومقدرش يتحرك، ومن ساعتها هو مصاب برهاب المرتفعات. كل ما يطلع مكان عالي يحس الدنيا بتلف بيه وما يقدرش يكمل طلوع. بعد ما ساب الشغل جاله صاحبه القديم جافن أليستر. هو راجل أعمال غني وقال له: أنا محتاجك يا سكوتي. مراتي مادلين بتتصرف تصرفات غريبة كأنها مش هي، كأن روح جدتها اللي ماتت من زمان ساكنة فيها. سكوتي بيوافق وبدأ يراقب مادلين. ويا سلام على مادلين، ست جميلة ساكتة، عيونها فيها حزن غريب. بتروح تزور قبر ست اسمها كارلوتا فالديز، وتقعد قدام لوحة بورتريه قديمة بالساعات، وكأنها بتدور على نفسها في الماضي. سكوتي اتشد ليها، مش بس فضول، لأ، حب. حب من النوع اللي يخليك تنسى إنك بتراقب وتبدأ تعيش معاها. وفي يوم حاولت ترمي نفسها في البحر، وسكوتي أنقذها. ومن هنا بدأت علاقتهم تتقرب، وبدأت تحكي له عن كوابيسها، عن برج كنيسة قديم، عن إحساسها إن نهايتها قربت. وفي وسط كل ده كانت في واحدة تانية في حياة سكوتي، ميجي، صديقته من زمان، فنانة، دايما بتسخر من اللي بيحصل بس بتحبه بطريقتها. كانت شايفة إن سكوتي بيغرق في وهم، بس هو ما كانش سامع غير صوت مادلين. فسافر معاها في رحلة إلى برج ميشن سان خوان باوتيستا. وفي لحظة مصيرية قرر سكوتي يطلع مع مادلين لبرج الكنيسة اللي بتخاف منه، وقال لنفسه: هواجه خوفي وهخليها تواجه خوفها، يمكن نقدر نغير المكتوب. بس اللي حصل هناك ما كانش في الحسبان. مادلين بتحاول تنتحر تاني. يا ترى هيقدر ينقذها؟ ولحد هنا الحكاية لسه ما خلصتش. ده اللي ممكن نعرفه مع الملخص الكامل لفيلم فيرتيجو، اللي بيعتبر تحفة سينمائية من إخراج ألفريد هيتشكوك. لو عاوزين الملخص كامل أو عاوزين ملخص فيلم معين، اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في قناتكم فيلم تو كليك. رأيكم مهم جدا لينا. سلام.